وبعد توقف الموسم الاول من الارشيف قررنا نوقف ونرجع من جديد، ولان الابداع اقوى من الخيال، ولان من لا يتجدد يتبدل، وبدانا موسم جديد من الارشيف 2025. انا القائد وده الارشيف، من التاريخ للميديا بشكل خفيف. احنا دلوقتي في 2024 وحدث كبير جدا الالعاب الاولمبيه في كل مكان في الدنيا، وانت بتتفرج دلوقتي على الالعاب الاولمبيه في باريس، يبقى لازم تعرف فكرتها من الارشيف وازاي كانت بدايتها في اليونان مش في باريس. اولمبياد باريس بيشارك فيها عدد كبير من الرياضيين في كل دوله، واللي بيفوز منها ببرونزيه او فضيه او حتى ذهبيه بعد كذا جوله، واللي بيحضرها حوالي 5 مليون وبيتابعها حوالي 3 مليار. دورنا في الارشيف عن اي اخبار سواء معروفه او حتى اسرار. قلت اجيب لك الاول حقيقه الشعار واكلمك عن اول دوله اخترعتها وظهرت فيها قبل ما تنهار. ولو ركزت بعيون دقيقه هتلاقي في الشعار 5 حلقات دائريه اللي هم بالالوان الطبيعيه. وبالمناسبه الشعار ده بدا في 1912 في بدايه القرن العشرين قبل الحرب العالميه، والوانه بالترتيب زي ما هي، اللون الازرق والاصفر والاسود والاخضر والاحمر، واللي بيرمز للخمس قارات. تقول لي مذاكر جغرافيا وعامل دراسات. العالم المفروض 7 قارات. العالم المفروض 6 قارات المأهوله بالسكان، والسبعه متجمده كمان. استنى بس، الاحمر ده بيرمز للامريكتين، وادي كده قارتين، الازرق استراليا، والاصفر اسيا، والاسود افريقيا، والاخضر اوروبا، وادي كده ال6 قارات. وطبعا الحلقات كلها لو ركزت كلها دائريه وداخليه، دليل على الوحده والاستمراريه، وده الهدف من شعار الالعاب الاولمبيه. بس الارشيف هنا قال ان صاحبه الفكره كانت اليونان، واول العاب اولمبيه كانت 776 قبل الميلاد. ثواني بس نعدل جده محمد علي ونرجع تاني. كنا بنقول ان اليونان هي صاحبة الفكرة، وكانت المباريات بتقام فوق قمة جبل اوليمبوس باليونان، ولكن الارشيف قال ان هي اتوقفت سنين كتير في عهد احد الاباطرة الرومان، ولكن رجعت تاني على يد البارون بيير دو كوبرتان. خد بالك ده من فرنسا مش من اليونان. وعلى فكرة ومصر شاركت في الاولمبيات من اول لما بدأت في القرن العشرين، واتوقفت في عام 56 اثناء العدوان الثلاثي، ولكن بعد كده كملت تاني وحصلت على العديد من الميداليات. انا القائد وده الارشيف، ونشوفكم الحلقة الجاية.